سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع بودكاست السيك العربي العالمي البلوجر في مباراة فكاهية ولذيذة ومن الجيل الثمانينات من القرن 19 وخيالية ولذيذة هتضحكوا معاهم. فرقة النمور وفرقة الأسود. فرقة النمور بتكون من بونجاك الكبير، أحمد كامل، هشام جبارة، سامح أبو الفتوح، إيهاب نافع. فرقة الأسود، أيمن سعيد، هاني سعيد، حسن علام، توتو، وحسن العمري. الاثنين نزلوا أرض الملعب بيسلموا على بعض في منتصف الملعب. الاثنين هايبين الموقف. بطولة بقى مارلبورو بقى رمضانية بقى، ومارلبورو بقى طبعا لأن هيشربوا بقى سجاير بعد الفطار، مش هينفع طبعا، هيشربوها كوبايات بس، ممكن حاجة ساقعة على شوية عصاير إن وجدت يعني. ربنا معاهم بقى. طبعا الفرقتين بيسلموا على بعض وقاعدين مترقبين ببعض، وقاعدين بيبصوا لبعض وقلقانين من بعض، وعلى الله ما يكرهوش بعض لأن الاتنين مش بطالين، لكن هم عايزين ياكلوا عيش كلهم. طبعا بطولة في الآخر بتديهم حاجات كويسة وحاجات مفيدة، ويمكن يوزعوا عليهم قطايف ولا كنافة في الآخر. طبعا القطايف والكنافة موجودة، لكن حسب ما هم بقى يوفروها بقى إدارة النادي. وإدارة النادي هي بتكتفي بليمون ساقع عند عم سليمان. نزل الفرقتين أرض الملعب والفرقتين بيلعبوا ورايحين جايين، بيخبطوا في بعض. البداية مش بطالة. بيلعب إيهاب نافع، بيلعبها هشام كامل خد الكوره، جري منها من ايهاب نافع من الوينج اليمين، جري وراه ايهاب نافع، ضربه في كتفه، وقع. احمد كامل طلع. كابتن البونجك الصغير قاعد بيكاتش، بيقول لهم خلاص يا جماعه ما تنقروش بعض قوي كده، بلاش الغل اللي انت عندك يا ايهاب نافع، واحمد كامل ممكن يديك بالروسيه. خلينا كده كويسين كده علشان ايه، احنا في رمضان ورمضان كريم. طبعا الفرقتين بيحاولوا ان هم يتحرجوا ببعض شويه، في ضرب من دايما ايهاب نافع على احمد كامل. بنهدي الموقف. الموقف مش بطال. طبعا ايمن سعيد طبعا طول عمره هادي وبيقف جون، وهاني سعيد طول عمره باك يمين، بيلعب على الطرفين وبيلعب دايما لقدام. بيلعبها لحسام العمري. حسام العمري بيطلع الوينج اليمين، بيلعب شوطه جامده بونجك الكبير. الكوره جت في العارضه ودخلت منه جون. طبعا احمد كامل بيزعق، بيقول له يا بونجك قلت لك اقف في الجون، مش دايما تطلع وتعمل لنا هوسه في نص الملعب. طبعا هشام جباره بيقول له خلاص بقى يا احمد كامل بقى، معلش هنجيب جون دلوقتي. طبعا بيضغط تاني هشام كامل، بيزعق لهم من بره، بيقول لهم العبوا بقى، مش هينفع الكلام دوت، علشان دخل فينا جون وباقي حوالي 3 دقايق لان المباراه كلها ربع ساعه. عمالين يلعبوا، كله عمال رايح من وينج اليمين وينج الشمال، كله عمال يجري بيغزل وبيتدلع، مش نافع طبعا، مفيش كوره على الارض. طبعا كله عمال يهرج، ورمضان كريم بقى يا جماعه. فطبعا الفرقتين بيحاولوا ان هم يخلوا المباراه لذيذه وممتعه، لكن هم الاثنين مش عارفين يلعبوا. طبعا ما فطروش عادل، لان لو فطروا كويس هيرقدوا ومش هيعرفوا يلعبوا، طبعا جعانين. فالفرقتين كلهم هايمين على بعض، ويمكن واكلين سمك بلطي ولا شويه جمبري، فالزيت في الملعب مش عايز يمشي، لكن اهو بيحاولوا يزيتوا المراوح بتاعتهم والفوانيس بتاعتهم تعبانه، يمكن ركابهم تعبت جايز عشان ايام سخنه شويه ورمضان كريم عليكم. فبيجري بالوينج اليمين، بيطلع مكان الوينج اليمين، بيطلع عليه ايهاب نافع بردك مصر ان هو يضربه، وبيجري وراه بقى في الملعب بقى احمد كامل، والحكم بونجا جزار بيقول له خلاص بقى كابتن بقى، ما ينفعش الكلام ده. يقول له لا، لازم بقى نقوره بقى زي ما نقرني بقى. قال له خلاص ادي خد انت انذار يا ايهاب نافع، وانت خد انذار يا احمد كامل. فطبعا ده احمد كامل متضايق قوي بقى، وقال بقى لا انا مش هلعب بقى الماتش ده بقى، ومش هينفع الكلام ده بقى، لازم بقى نشرب بقى بيبسي كولا بقى ولا كراش بقى ولا شوفونا مراندا في ايامكم السودة دي بقى. قال له خلاص بقى كابتن بونجاك الصغير، خلاص بقى كابتن بقى، معلش بقى ايه، ادي بلحتين كده على بؤوسهم بقى لغايه ما ايه السحور يجي بقى علشان الامور تمشي بقى. طبعا الفرقتين هم بيحاولوا يلعبوا، انما الماتش جامد والوقت بيجري، المهلبيه جت بقى طبعا، واللعيبه سابت الماتش بقى وخرجت تاكل مهلبيه، والمباراه بقى بقت كلها بالجيلاتي. الجماهير رمت اللعيبه كلها في السوداني واللب بقى، زي ما يكون جبليه القرود بقت في الملعب، والفرقتين بقى عمالين يضحكوا ويهزروا، كل سنه وانتم طيبين، وخلص الماتش ورايحين بقى كلهم بقى ايه، غرف الملاعب، علشان
يعملوا اللي عز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياتي بونجا كتسيكي، بلوجر مصري ومرافقه هي، ورمضان كريم عليكم في نهايه التنس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.